تعالوا نعمل الفطيرة التركية الشهيرة بطريقة سهلة وسريعة وطيبة وراح تعجبكم بإذن الله. راح نعملها بنكهتين نعمل الفطيرة بالدجاج، نعمل الفطيرة باللحمة. المكونات سهلة ما بدها شي. أول شي نعمل العجينة. مكونات العجينة: ماء كوب، خميرة ملعقة، سكر ملعقة، لبن أو خاتر 2 ملعقة، زيت زيتون ربع كوب أو زيت عادي، طحين 3 أكواب ونص، ملح نص ملعقة، بياض بيضة واحدة. هاي المكونات. انتم بإمكانكم تضاعفون المكونات. أنا هون ضاعفت المكونات. مثلا حطيتوا الكوب، حطيتوا الكوبين حليب وكوب مي. انتم تقدرون تعملون يا حليب يا مي، او تعملون حليب ومي. انا عملت كوبين حليب وكوب مي. اول شي نحط المي والسكر او الحليب والخميرة ونحركها الا ذابت الخميرة ونغطيها ربع ساعة. بعد ربع ساعة بس شفنا فيها مثل الفقاعات، هون الخميرة عندنا صالحة ما هي فاسدة. ونبلش نحط بالمكونات الثانية. نغطيها بعد ربع ساعة بس شفنا فيها هاي الفقاعات معناتها الخميرة صالحة. نبلش نحط الإضافات الثانية. نحط الزيت وبياض البيضة. بياض البيضة مشان يكون بروتين العجين عالي. وعن جد وملعقتين لبن أو خاتر. ونبلش نحط الطحين على الدفعات، نحركها ونعجنها مدة ربع ساعة. وبعد العجن مشان تصير طرية نضيف عليها سمنة أو زبدة ملعقة. بس عجناها نغطيها مدة ساعة نخليها. بعد ساعة نبلش عادين احنا بتشكيل العجينة، يعني بين ما تخمر احنا نبلش نعمل الحشوة. احنا اليوم راح نعمل حشوتين: حشوة الدجاج وحشوة اللحمة. اخر المقطع راح اخبركم اي اطيب، حشوة الدجاج ولا اللحمة. هون حشوة الدجاج حطيته بصلاية كاملة و3 اسنان ثوم، وحطيته معاها الفروج. بس يستوي الفروج ابلش اضيف هاي البهارات: الملح والكاري والفلفل والكزبر والكمون والفليفلة الحمراء، احطها معاها. بعدين اجيب ملعقتين دبس فليفلة وملعقة دبس بندورة، احطها معاها واحركها. هون استوت عندي الحشوة. بعدين انا اجيب قرنين فليفلة خضراء احطها معاها، يعني تكون مترومة ناعمة. و3 قرون فليفلة حمراء حلوة، طبعا الفليفلة الحمراء مو حارة. اذا انتم تحبون الحار ولادكم يقدرون ياكلون اعملوها حارة، ما يقدرون لا تعملونها. هون حطيت الفليفلة الخضراء والفليفلة الحمراء. لا انه تجون تقولون يا ليش فليفلة خضراء وفليفلة حمراء. الفليفلة الخضراء إلها نكهة والفليفلة الحمراء إلها نكهة، يعني حطوا الاثنين. واذا عندكم صفرة حطوها حتى. هون خلصنا فطيرة الدجاج. هلا الحشوة تبع الدجاج. هلا نعمل الحشوة الحمراء او اللحمة. بصلاية احط معاها سنتوم واحط اللحمة. انا هون جربته كمية قليلة لانه انا قبل مجربتها، بس عملتوها مشان تشوفون وانتم جربوها. اللي تعجبكم اكثر اعتمدوها عندكم بالبيت. هلا انا اقول لكم اي طريقة اعتمدتها. بعد ما استوت اللحمة احط الفليفلة الحمراء والفليفلة الخضراء. اذا عندكم ذرة حطوها طيبة تعطيها نكهة. نبلش هون. هلا شوفوا العجينة ما شاء الله لا قوة الا بالله، منظرها يشهي عن جد. يعني هون انا جهزت المكونات والحشوات كلها. هلا هون صفار بيضة احط عليها نسكافيه او قهوة مرة، واحط معاها ملعقة خل. افرد الطبقة الاولى، اعملها بالشوبق واحطها بالصينية. امدها تكون سماكتها يعني 1 سنتي، لا سميكة ولا انه حيل سميكة. احط الحشوة الفروج واحط فوقها جبنة موزاريلا. بعدين اجي اجيب الطبقة الثانية واحطها عليها واسكرها اول شي منيح.
بعد ما اسكرها يعني اسكرها زين يعني مشان ما تفتح وتطلع برا من الشي من الحشوة، ارجع الفها لف لجوا يعني، وبعدين ارجع النوب يعني شوي افردها يعني ارص عليها من فوق، وهون ادهنها بالهذا الصفار البيضة مع القهوة والخل. هون ارش السمسم، حبة البركة عن جد يعطيها نكهة ومنظر حلو. انتم هون بامكانكم تقدرون تحطون فوقها جبنة او لا، انا مرات احط جبنة ومرات ما احط جبنة. طيب هون هاي انا قطعتوها قطع صغار، عملها اولادي للمدرسة مثل الصمون، تصيروا نفس الهمبرجر حتى يحبونها وطيبة يعني. هون حشوة لحمة وحشوة دجاج، اثنينها طيبة بس حسب الواحد، في ناس تميل نكهة أكثر من الثانية. عن جد جربوها هاي الطريقة، وبس جربتوها راح تخلونها من الوصفات. هون أولادي بلشوا بتجريب النكهتين باللحمة وبالفروج، بصراحة عجبتهم أكتر شي الفروج يعني، حتى أنا عجبتني الفروج أكتر يعني، والفروج هي الأكثر مشهورة يعني وأطيب يعني. جربوها بهاي الطريقة طيبة يعني عالمية على قولات جوزي، بس تعجبوا الأكل عالمي طيبة. هلا بعد شوي هلا نعمل الفطيرة بالمقلاية، أعملكم إياها بالمقلاية طيبة. هون شوفوا هاي القطع هذيك نفس الهمبرجر شكلها ومنظرها حلو عن جد، الطفل ياخدها على المدرسة يعني ما انه توسخ او شي، وطيبة يعني وما تاخد وقت يعني، عن جد نكهتها يعني طيبة. جربوها بإذن الله راح تعجبكم وراح تعتمدون هاي الطريقة. هون أنا جربت قطعة واحدة بالمقلاية، قلت تشوفي تصير هاي العجينة بالمقلاية ولا لا. عن جد جربتها. أول شي لازم تخلونها تخمر، مثلا أنت عملتيها حشيتيها وهاي خليها تخمر مدة 10 دقات بس. خمرت وارتاحت حطيها بالمقلاية، المقلاية طبعا نارها وسط. شوفوا عن جد طيبة يعني، عجبتني يعني طعمتها طيبة وما فرقت حتى عن الهاي. بس لما تعملونها بالمقلاية لا تحطون ببطنها جبنة، او اذا بدكم حطوا جبنة. انا هون ما جربتوا بطنها جبنة طيبة واستوت يعني العجينة، بس تكون خمرانة ومرتاحة. اما لما تحطينها العجينة بالمقلاية اذا حشيتيها مباشرة حطيتيها بالمقلاية ما راح تخمر يعني، راح تطلع معجنة. شوفوا هاي اللي عملتوها عن جد بالفرن، شوفوا منظرها ما شاء الله عن جد طيبة. هلا اقسم لكم اياها، شوفي بطنها شلون ما شاء الله وتشهي. هون انا راح اعمل فطيرة بس حجم وسط يعني او اصغر من الوسط مشان اعملها بالمقلاية. اول شي اعمل الطبقة الاولى، طبعا اعملوها رقيقة لا تعملونها انه اقل حتى من السنتي مشان تستوي بالمقلاية، والنار تكون متوسطة. وطبعا تخلونها ترتاح 10 دقات ربع ساعة او اكتر يعني 20 دقة، بعدين اعملوها بالمقلاية يعني اعملي كل القطع وخلصي وشي بعدين تعي اعمليها بالمقلاية طيبة اذا يكون ما عندك فرن. اما اذا كان عندك فرن اعمليها بالفرن وخلاص. هنا مثلا نرش عليها حبة بركة وسمسم، ما راح يروح يعني مثلا يلزق بالمقلاية. مثلا لما ارش انا ارصها بايدي، بعدين مثلا ادهن المقلاية شوي واقلبها من كل الجهات، يعني مثلا الجهة الاولى والجهة الثانية، وبعدين اعملها حتى من هاي الاطراف مشان ما انه يطلع قسم مستوي او مو مستوي، الكل اعمليها.
هاي الفطيرة عملتها بالفرن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منظرها يشهي وطعمتها حتى طيبة ما شاء الله. الجبنة ذايبة، يعني حتى العجينة هي نفسها تقدرين تعملين بها معروك طيبة، تقدرين تعملين بها خلية النحل، بيتزا.